السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين القناة الأعزاء. أثار المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي جدل واسع خلال تعليقه على مباراة الأرسنال وبرايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. قد التقى أرسنال مع برايتون في مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات معقل الجانرز. اتعادل أرسنال مع برايتون بهدف لكل منهما. طبعا ده هدف الأرسنال زي ما احنا شايفين، الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 38 أحرزه كاي هافيرتز. في الدقيقة 49 تم طرد ديكلان رايز لاعب الأرسنال. طبعا الطرد أثر جدا على أرسنال وعلى لعب الفريق الجماعي، طبعا خصوصا ان هو برضو بيلعب على أرضه، وده أتاح ل برايتون ان هو يتعادل ويفقد الأرسنال نقطتين ثمينتين في سباقه على الدوري. طبعا احنا لسه في بداية الموسم، ولكن الدوري الانجليزي احنا عارفين دوري صعب جدا، كل نقطة فيه مهمة، خصوصا انت بتنافس الارسنال، بينافس ليفربول ومانشستر سيتي وباقي فرق الدوري الانجليزي. يلا بينا نسمع كابتن عصام الشوالي قال ايه على ارسنال والزمالك. أرسنال هو هكذا دائما ممتع، فريق الفن والهندسة على طريقة الزمالك المصري.